عارفة لما تجيبي حلة وتنزلي فيها بمعلقتين سمنة حلوين كده، هتعملي أكلة سريعة ما تقفش في الحر كتير. وتنزلي عليها بمكعبات لحمة كده تكون كبيرة شوية، وتحمريها على نار عالية علشان ما تنزلش مية زي ما عملت معايا كده. بعد كده بعد ما تحمر كويس أوي وتاخد لون، انزلي عليها ببصلة وفصين توم مهروسين، وقلبي برضو لحد ما يتشوحوا كده. بعد ما يتشوحوا حطي عليهم معلقة صلصة صغيرة، وعليها طماطمية متقطعة مكعبات، ورق لوري وحبهان ومكعب مرقة، وعليها بهارات لحمة وفلفل اسود وشوية كاري. بس كده، مش هتحتاج منك حاجة تاني اكتر من كده. قلبيهم في قلب بعض كده لما تحسي ان كل المكونات اندمجت في بعضها. نزلي عليهم مية بتغلي او مية سخنة يعني كويس. غطي اللحمة لحد ما تستوي معاكي سوا كامل. على جنب بقى كنت غسلت الرز اللي هو البسمتي، ونقعته تقريبا 10 دقايق او ربع ساعة بمية ساقعة عادية خالص. بعد كده بعد ما اللحمة استوت معايا سوا كامل، عشان تبقى طرية وحلوة كده، بنزل عليها بالرز، وبسيبه لحد ما يتشرب. واول ما يتشرب معايا بجيب بصل جزرتين اتنين مبشورين، تكون بشر خشن شوية، واحطهم عليها كده واقلب. اغطيها تاني لحد ما تستوي، واظبط الملح بتاعها بقى في الاخر. وهيبقى طعمها زي السكر، ومش هتقف كتير، تقريبا نص ساعة لا ساعة للأمانة يعني، وتكوني خلصتي الأكل.